كيفاش مستر بيست قدر يضخ اكثر من 23 مليون دولار عن طريق العملات الرقميه بواحد الطريقه اللي غير اخلاقيه، اي كيستغل المتابعين ديالو بواحد الشكل من الاشكال. وكذلك غنعرفوا في هذا الفيديو هذا الرد تاع مستر بيست على هادشي كامل اللي غنقول لكم. فبصراحه هذا الفيديو ده صادم بزاف، حيت غادي نتعرفوا على شي حوايج اللي مكناش كنظنوها كاينه في شخصيه مثل مستر بيست اللي واصل اكثر من 335 مليون سبسكرايبر. المعروف الذي لا يعرف، مستر بيست 335 مليون سبسكرايبر، 26 عام في عمره، عنده اكثر من 500 مليون سبسكرايبر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. فمستر بيست قبل ما نبداو المصيبه والحاجه اللي قلبت القصه تاع مستر بيست كامل وخلات قناه مستر بيست من قناه واعره، قناه اللي كتعتبر واحده من اش ما كتعتبر افضل قناه في العالم، القناه فيها بزاف تاع الشكوك والغموض، هو كريستنسن. من بعد ما قلب البارامتر ديالو من هكا لهكا، اي كليك على مكانات بيتينيسين وتحول لايفا كريستنسن. مي الصراحه هاد اللعيبه هادي خلت الناس يتعصبوا ويقولوا بان راه دري صغار كيتفرجوا في القناه ديال مستر بيست، يعني ما خصكش تبقى تخلي هذا يبان في الفيديوهات ديالك. مي بصح الحاجه اللي خلات بصح مستر بيست ما خصوش يبقى يخلي كريستنسن ولا ايفا سميوه اللي بيتو ما يبقاش يبان في الفيديوهات ديالو، هو هذا الفيديو اللي انتشر لكريستنسن. كيف ما سمعتي هذا الفيديو هذا اللي كيدوي فيه مع اطفال صغار بواحد الطريقه اللي غير لائقه، بلا ما نقول السميه وصافي تقدر ضرب لنا يوتيوب سي سترايك. فكيدوي مع اطفال صغار بواحد الطريقه اللي غير لائقه. من بعد هذا الفيديو هذا خرجوا جميع اليوتيوبرز الاجانب كيلوموا مستر بيست، راه قلنا لك ما تخليش، حيدوا طردوا حيدوا من الفريق ديالك، دير شي حركه، راه دراري صغار كيتفرجوا فيك مستر بيست. فخرج مستر بيست في واحد التويت كيقول لهم بانه غيتم الطرد ديال كريستنسن، وعطى واحد المعلومه مهمه غادي نعتمدوا عليها في هذا الفيديو هذا بزاف، وهي بانه غيجيب شركه بحثيه ثالثه من طرف ثالث غتقلب الشركه ديالو وتشوف واش فيها شي تبخشيش ولا ما فيهاش، وباش يتم الاصلاح ديال اي حاجه فاسده في الشركه ديالو. ما قبل 4 شهور طلعت هاد القناه هادي اللي هي سميتها اوكي، اللي حطت فيديو فيه 53 دقيقة جاب أكثر من 11 مليون فيوز. فيديو لمولاه كيقول بأنني كنت خدام عند مستر بيست من قبل واليوم جاي نفضح لكم كل شيء، بأن مستر بيست كيتلاعب في الفيديوهات ديالو، مستر بيست كيجيب الخدامة ديالو كيلعبهم في التحديات، مستر بيست كيستخدم ما تسمع لي كيستخدم جي اف اكس في الفيديوهات ديالو. مستر بيست مستر بيست مستر بيست مستر بيست. فهاد اليوتيوبر هذا كيف ما قلت لكم بان من العدب من والو، وقدر يوصل 600 ألف سبسكرايبر عن طريق فيديو واحد اللي جاب فيه 11 مليون فيوز، واللي كي تدخل ليه كيبان لك بانه كاتب بانه نوت مونيتايزد، يعني ما غيدخل منه حتى شي درهم، كون هاني غيجي يقول الحقيقه ويزيد في حالاته. فهاد اليوتيوبر هذا قال بان مستر بيست كيستخدم جي اف اكس، اي مثلا في هذه اللقطه هذه طوموبيله كتجيب لك طايره هي راه طايره وما والو نزيدوها في المونتاج. هذه اللقطه هذه كيبان لك طحانه بطحن لامبورغيني، طحانه راه ما كاينه ما والو، راه غير مونتاج. هذا هو جي اف اكس بالمفهوم ديالو. قال بانه كذلك مستر بيست كيجيب الخدامه ديالو كيدخلهم للالعاب ديالو. اي فين هي المنافسه هنا؟ ياك كتجيب الخدامه ديالك وتلاعبهم، اي انا كمتابع ليك شنو هي الفرصه الحظ ديالي بانني نلعب معاك؟ انا راه كنت من مثال، انا راه متابع ديالو ما والو، انا محايد اوكي. فهاد اللعيبه زادوا داو شكوك كبيره على مستر بيست، وباش تاكد بان الناس تفاعلوا مع هذا الفيديو هذا وتيقوا هادشي هو العدد تاع اللايكات 900 ألف لايك، كيأكد لك 100% بان الناس رياكتوا مع هادشي وقالوا وتاكدوا وتيقوا هادشي اللي قال هاد اليوتيوبر هذا. بالاضافه الى انه ذكر الحاجه اللي غتبدل المسار ديال القصه كامله، والحاجه اللي غندوي عليها حنا اصلا في هذا الفيديو هذا وهي ان مستر بيست قدر يدخل اكثر من 23 مليون دولار عن طريق العملات الرقميه الكريبتو. كيفاش دار ليها؟ زعما الحق ودخل 26 مليون دولار من الكريبتو، راه استخدمتي شي حاجه او تحايلتي باش تقدر تجيبها، وانا غنشرح لكم كل شيء في هذا الفيديو هذا، غير تبع معايا وصافي. هنا فين كيخرج واحد الاخصائي في العملات الرقميه الكريبتو اللي عنده قناه اصلا في اليوتيوب في هذا الفيديو هذا، كيقول بانه شهر هو كيراقب الواليت تاع مستر بيست كيقلبها نفته من نفته، كيفنيها لقى بان مستر بيست ضخ اكثر من 23 مليون دولار عن طريق هذه الواليت هذه بواحد الطريقه كتسمى الديمبل، والناس اللي خدامين في التداول غيعرفوا بزاف شنو هو الديمبل. غنشرح لك الديمبل شنو هو. مثلا هذه واحد العمله اكس، هذه العمله اكس الثمن ديالها اليوم 1 دولار، فانا كمستر بيست جيت عندي هذه العمله هذه، او الشركه اللي كدير هذه العمله هذه قالت لي باننا بغيناك دير لنا اشهار لهذه العمله اكس، فانا غنقول لهم مرحبا، ومن بعد 3 ايام غينزل الفيديو انا داير لهم اشهار، يعني من بعد 3 ايام هذه العمله الثمن ديالها غيتفرقع حيت انا درت لها اشهار مستر بيست عندي 335 مليون فيوز.
فمستر بيست كيستغل هاد اللعيبه هادي، هو عارف بانه غيتم الارتفاع تاع الثمن تاع العمله هذه، فكيشري قبل ما انه يدير الاشهار. وملي كيشري كيكتسح السوق فعليا. يعني قلب هذاك اليوتيوبر قال بان مستر بيست كيشري السوق كامل، ما كيخلي حتى شي حاجه للناس الاخرين، باش كيجبرهم انهم يشريو من عنده من بعد ما كيطلع الثمن تاع ديك العمله. فمن بعد ما كيتحط فيديو تاع الاشهار والعمله كتضرب ارقام كبيره، كيبيعها كيدخل منها فلوس تاع بصح، كيبقى يعاود هاد اللعيبه هادي. مي ماشي غير هاد المعلومات اللي عنده كيستخدمها، بل حتى المعلومات اللي عند صحابه، مثلا كي اس اي ملي كيبغي يدير شي اشهار شي عمله رقميه ولا اي شو سبيد ولا كيمشي وكيعطوه المعلومات، وهو كيستغلو في انه يشري بواحد الشكل اللي خيالي ويدخل فلوس بواحد الشكل اللي خيالي. فهاد المعلومات هادي غير مستحق انها تكون عنده، اولا ماشي غير مستحق تكون عنده، هي غير قانونيا تكون عنده اصلا المعلومات هادي، حيت غتخليه يولي متفوق على الطرف الثاني في سوق التداول. يعني هو غيولي عنده معلومات اللي ما خصهاش تكون عنده، واللي ما عند حتى شي واحد اخر في العالم من غيره هو. دابا جا الرد تاع مستر بيست فين حط هذا البودكاست. هو هذا اليوتيوبر هذا فين ذكر بان جي اف اكس شي حاجه خصو ضروري يستخدمها باش انه يديستانغي بالاشياء في الفيديو ديالو ويخلي عنده رونق ومتعه. اما دوك اللقطات اللي بين هذاك اليوتيوبر ما صحاحش اصلا وما فيهمش جي اف اكس. بالاضافه الى انه قال بان يخدم الخدام عنده يلعبوا معاه كل فاش كيديرها، والمره فاش دارها بصح هي في 2019 في ايامات بلا ما نذكر السميه، حينتاش اللعابه اللي جاب اصلا مرضوا بكورونا، فكان ضروري انه يبدلهم، فتما فين اضطر انه يجيب لعابه او لا الخدام عنده يدخلهم يلعبوا في المسابقه. اما بالنسبه لديمبل هي الكريبتو الفلوس، قال لي ان الوالد ديالو اصلا كيستخدموها شركه عن شركه، يعني الوالد ديالو عاطي لواحد الشركه هي اللي كتلعب وهي اللي كتدخل الفلوس، وهو راه غير كيعطي الاوامر ما كيدير شي حاجه. يعني هو الترجمه كيديرها قال لك باش ياكد ليك، قال لك انا اصلا بعض المرات كيوقعوا ديك الوالد ديالي كتشري وكتبيع في وقتي انا اصلا كنكون في طياره ولا مسافر ولا كنصور، ما يمكنش يكون انا اللي كنتحكم في ديك الوالد. مي واش بصح هو اللي كيتحكم في الوالد؟ لا ما نقدروش حنا نعرفوا، ولكن كتبقى ديك الوالد من التحكم ديالك انت، وكيبقى ديك الشركه اللي اصلا غتحكم في الوالد ديالك انت غتعطيها الاوامر. يعني راه كيستغلوا المعلومات اللي انت عندك باش يربحوا الفلوس. فمستر بيست هاد اللعيبه هادي طيحاتو بزاف وخلات السمعه ديالو طيح للارض. 23 مليون دولار استغلال المتابعين، كي درتي لها مستر بيست؟ وزعما غتخرج نقي ولا لا؟ مي مستر بيست ملي سولوه علاش 4 شهور عاد جرد ديالك، علاش ما رديتيش من قبل؟ قال لهم انا ديك الشركه الثالثه اللي قلت لكم في البدايه تاع الفيديو غنركزوا عليها، ديك الشركه الثالثه اللي جبتها باش دير لي البحث في الشركه ديالي واش كاين مشاكل ولا لا، استغرقت 4 شهور، وقالت لي بانك ما خصكش تدوي في حتى شي موضوع تتاكدوا من الصحه تاع الشيء كيقولوا الناس ولا لا. باش غير هادشي اللي كان فيه مستر بيست متهم بزاف د الحوايج اخرين، بغيتو نديرو بارت 2 نديرو بارت 2 الدراري غير لايك. الا هاد الفيديو وصل اكثر من 500 لايك غندير لكم بارت 2 اللي غنذكر فيها الحوايج الاخرين اللي اتهموا فيها مستر بيست واللي خرج منها ما عرفتوش نقي ولا لا. مي شي حوايج بصح غتصدمكم الدراري. داكشي علاش نصيحه مني دير لايك، دير ابينو ونتهلا.